أخي العزيز، في هذا الفيديو بغيتك تركز معايا مزيان. جلس في شي بلاصة فيها الصداع واعطيني ودنك وتصنت اش غنقول لك. واش عمرك سولتي راسك علاش مني كنفشلو في شي حاجة اول حاجة كنديرو هي كنقلبو على شي عود؟ ما عنديش الوقت، الظروف ما ساعدتنيش، الحظ ما كاينش معايا، الناس هما السبب، وزيد وزيد. كأن العالم كامل متآمر علينا الا شخص واحد اللي هو راسنا. الحقيقة القاسية هي ان اغلب الناس ما كيهربوش من الفشل، كيهربوا من المسؤولية. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنكتشف علاش. نعطيه واحد المثال. دابا تخيل معايا واحد الجوج ما جابوش المعدل في نفس الامتحان. الاول قال استاذ ظلمني، الامتحان كان صعيب وما كانش عندي الحظ. بينما الثاني قال ما وجدش مزيان الامتحان، خصني نبدل الطريقه ديالي. بجوج حسوا بنفس الالم، ولكن واحد عطى القوه للظروف وواحد احتفظ بالقوه عنده. دابا شكون فيهم في نظرك عنده فرصه يتطور؟ واضحه وباينه. قبل ما نكملو الشرح ديالنا خليك مع هاد الانترو، وإلا وصلتي هنا ومازال ما درتيش لايك واشتراك شنو كتسنى صديقي؟ نكملو الفيديو ديالنا اخوجي. اخطر كذبه ممكن تكذب على راسك هي ما عندي ما ندير، حيت في هاد اللحظه كتسلم التحكم في حياتك لشي حاجه اخرى بحال الناس او الظروف او الحظ. وزيد وزيد، واي شخص ما عندوش تحكم في حياته ما عندوش القدره يغيرها. دابا نتابع معايا. تحمل المسؤولية ماشي معناها تكره راسك او تلوم نفسك على كل شيء. المسؤولية ببساطة هي انك تقول يمكن ماشي كل شيء تحت سيطرتي، ولكن كاين دائما شي حاجة نقدر نديرها. وهاد الجملة بوحدك تبدل طريقة التفكير ديالك كامل. من اليوم صديقي، كل مرة بغيتي تقول فيها بسبب فلان او سبب الظروف او الوقت، وقف وسول راسك شنو الحاجة اللي نقدر نديرها انا، حتى الا كانت صغيرة. ما يهمش، حيت التغيير كيبدا من استرجاع السيطرة خطوة بخطوة. في النهاية الأعذار كتحمي المشاعر ديالك، ولكن المسؤولية هي اللي كتحرر حياتك. تقدر تبقى سنين كتقلب على أسباب خارجك، أو تقدر تبدا من اليوم وتسول واحد السؤال: شنو نقدر ندير أنا؟ حيت من هاد السؤال كيبدا أي تغيير حقيقي. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وخلي لايك، وخلي كل فيديو يكون خطوة جديدة نحو نسخة أقوى من نفسك. تهلاو.